هلا متابعين، شلونكم؟ جمعة مباركة علينا وعليكم، ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم سويت لكم أطيب كباب شيش بس بالطاوة، سويته كلش طيب ولذيذ، يفيدكم بالتوزيعات وبالسفرات وبالزيارات وللخطار المفاجئ. إذا تسوينه وتخلينه بالمجمدة كلش يفيدكم. هسه تابعوا وياي الخطوات للنهاية حتى إن شاء الله تعتمدين هاي الوصفة، على الأقل تضمنين نظافته وداخل بيتك انت مسويته. هسه تابعوا الخطوات وياي. إننا بصحة وسلامة. اليوم سويت لكم أطيب كباب شوي بس بالطاوة كلش طيب. شوفوا الكباباية شلون ماسكة روحها. فتابعوا وياي الطريقة للأخير إن شاء الله حتى تعتمدون هاي الطريقة، بعد ما تشتروا من برا، على الأقل تضمنون نظافة أكلكم بيدكم. هنا عندي يا بنات، شوفوا يعني الصفرية تحكي عن نفسها. هنا عندي نص كيلو لحم مثروم، شوي بنسبة دهن يعني قليلة، بس أنا زودت ليا. هنا عندي بصلاية كبيرة ثرومتها ناعم بالمبراشة، وهنا عندي ليا، هنا ليا وبصل. فالبصل أخذت يعني أخذت بس البثل وخليت الماء على صفحة. عندي هنا خاشوقتين يا بنات، خاشوقتين طحين حتى العجينة تمسك روحها. وهنا خليت بس ملح وفلفل أسود فقط حتى نحس بطعم الكباب أو بطعم اللحم من ناكله. وهنا ظرف بيكنج باودر بس. وهسه يا بنات أعجن وها كرفس خليت على مود طعم زين. حبيباتي هسه ان اعجن العجينة كلها. مي البصل البقى يا بنات همين اعجن بيه البصل، اشيش بالكباب. هنا عجنت العجينة زينة يا بنات حتى الخيوط كلها تتداخل، يعني هيك يصير مثل الخيوط من هيك تسوين بيها، يعني تفتحيها تصير مثل الخيوط. هسه خليها يا بنات في ساعتين بالثلاجة على مود شوي اللحمة تتماسك. هنا جبت اي شيء عندك عودة شوية ثخينة، عندك خاشوقة، عندك سكينة هيك حديد مال قبل، كل شيء عندك انت تقدرين تشيشين عليها الكبابايه. هنا جبت ماعونه ولبستها النايلونه حتى اقدر من اطلع الكباب اقدر اطلع يعني اشيله بيدي. هنا شيشت بهالطريقه يا بنات. شوفوا عبالك ما شاء الله، عبالك كبابتشيه. شوفوا يا بنات، نص نص الكميه او نص العجين عجينه اشيشها بهالطريقه، نصها بالطريقه اللي هسه راح اشوفوها شلون بيها طريقة اسوي نص الاخ. هسه يا بنات اسوي كمية واشويها وبعدين اسوي الباقي لكم. هسه شوفوا يا بنات الطريقة، شوفوا شلون تشيشونه. اول مرة تجيبون كمية هيجي تخلوها على الحديدة او على اي شيء عندك يعني، وبهاي الطريقة تشوين وتطلعيها من العودة او اي شيء تستخدمين، يعني اي آلة تستخدمين بكيفك وعلى راحتك، بس المهم يكون بيها فراغ، يعني الكباباية العجينة تصير بيها فراغ يعني من الداخل حتى يستوي من كل الجوانب. هسه يا بنات شوفوا الكمية اللي سويتها، شوفوا شكلها ايش قد حلو. هسه هاي راح اشويها، هاي الكمية اشويها وبعدين مثل ما قلت لكم. شوفوا يا بنات، شوفوا بهالطريقة عبالك مال كبابتشية. هسه يا بنات خليت العجينة على صفحة. أنا طبعا شويت ذيك وأكلناها همين. والله ما أعرف ليش الكاميرا ما سجلت، يعني ما أعرف شنو قصة الكاميرا تطفى على غفلة. هسه هنا يا بنات بقت الكمية اللخ قسمتها على 3 أقسام. هسه شوفوا أسويها مثل ما تشوفون قدام عينكم. أنا سويت حتى مال الكباب قبل يوم نزلتها بالقناة الطريقة وكلش الكباب طلع طيب. هسه يا بنات إذا وصلتوا لهذا الحد من الفيديو لا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس والضغط على كلمة الكل حتى يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي أنزلها. شوفوا يا بنات أجيب تشيس، هذا التشيس اللي استعمال واحد دائما، هاي عندي متواجد بالبيت يعني الكل شي زين. شوفوا أفرش العجينة بهالطريقة، هاي مستوى واحد. وهنا أني خليت لين خليت بالعجينة يا بنات بيكنج باودر، فسوي شوية سويها خفيفة لأن البيكنج باودر هو ينفش العجين زين. بهالطريقة يا بنات وبهالخفية. العفو. هسه بعد ما سويت الكمية كلها نفس المستوى او نفس السمك، هسه اجيب اي شيء على مود اقسم العجينة وتصير مثل شيش كباب. شوفوا يا بنات طلعت 3 اكياس، واجيب هاي هذا الشيش مال التكة واقسمها بهذا التقسيم على مود من اجمدها تطلع لي يعني مثل ما اريد، يعني اكسرها تطلع لي الكباباية او يطلع لي شيش يعني ما يتكسر. شوفوا هسه راح اخليهن بالمجمدة يا بنات. شوفوا ثاني يوم جمدت طبعا هذا الكباب، هذا العجين الكباب
الدجاج اللي سويته قبل يوم نزلته بالقناة على الفيديو الطويل. وهنا عندي يا بنات اللحم همين جامد ومتماسك. هسه راح اطلعهن شوف ايش قاعد اسوي من عندهن على مود اشوفكم الطريقة النهائية. هسه يا بنات شوفوا اكسرها باع ولا يعني ولا تبقى يعني نفسها هي تطلع. يعني شوفوا اجيب سكينة يعني لان جامدة هي التشيز جامد على العجينة. هيك بهاي الطريقة يا بنات افتحهم كلهم واروح اشويهم على الطاوة. او حتى لو انت تقدرين اذا عندك طاوة يعني يعني مستطيلة تقدرين هي بعد بدون ما تكسرين هي بنفس ما دام بيها حد يعني محددينها تقدرين تخلينها العجينة بالكامل بالصينية او اذا مستطيلة كبيرة عندك وتشوين بالفرن عادي. زين حبيباتي هنا جبت الطباخ الكهربائي وخليتي يعني شويونة زيت او دهن حار. انا استعمل دهن حار دائما. فاجيب اخلي الكمية اللي تلزم الطاوة. شوفوا اقلبها يا بنات بهالطريقة. شوفوا عليكم الله ايش قد طيبة ايش قد شكلها حلو قصدي. شوفوا اقلبها على مود تستوي بكل الجهات. هاي تكسرت من ايدي ذيك. وبعدين اذا تردين يصير بيها ريحة فحم او ريحة كباب البرة تشوين هيجي تحرقين فحماية يعني تجمريها وتخلين قطرة زيت على الفحم على مود وتقبغين الماعون على مود يصير ريحة فحم بالكباب. وزين واني نسيت اسوي هاي الخطوة بس مسويتها بالقاصب غير شغلات مسويتها. هسه كملت يا بنات كل الكمية واطفي النار. وهذا الشكل النهائي يا بنات للصفرة مالتنا. شوفوا ما شاء الله شلون الداخل طري والبرة يعني مستوية زينة من جميع الجوانب. زين وشوفوا صفرتنا ايش قد حلوه تحكي عن نفسها. ساهمني وساهمكم العافيه. جربوا هاي الطريقه كلش طيبه يعني تفيد بالعزومات تفيد يعني تخليها بالمنجمده على غفله يجيش خطار وانت تطلعين او جوع اخر الليل او انت يعني لا سمح الله يعني ما عندك خلق تردين احد يريد منك اكل راسا تطلعين يعني بهاي الطريقه تسوين الكباب وتخليها بالمنجمده وتطلعيهم على اي ساعه وتشوي لهم تسوي لهم وتخلين الترتيبات وياها. وساهمني وساهمكم العافيه. ان شاء الله عجبكم. إذا عجبكم الفيديو خلوا لايكات حلوة وتعليقات حلوة مثل وجوهكم الحلوة. وإذا ما مشتركة بالقناة اشتركي بالقناة وفعلي زر الجرس على كلمة الكل حتى يوصل لك كل جديد من فيديوهاتي. هسه حبيباتي شاركوا الفيديو يا صديقاتكم وحبيباتكم وأهلكم حتى تعمل فائدة على الكل. لأن أنا هذا فيديوهاتي كلش أتعب عليها وإن شاء الله تكبر قناتي بيكم وما تخيبون ظني وأملي بكم. إلى اللقاء في فيديو جديد. ساهمني وساهمكم العافية.